هاي بنات، إيه الاخبار؟ النهارده جيت لكم بحلقه جديده من قعده بنات. النهارده هنتكلم عن آه موضوع مهم. وكلنا بنتساءل ازاي نوصل له الموضوع ده. ازاي اكون واثقه من نفسي؟ ازاي اكون نفسي بدون ما اتغير عشانهم هم قالوا مثلا كلام اتأثرت بيه فانا بحاول اغير. لا، انا من جوايا اكون نابع من نفسي، انا عايزه اكون واثقه في نفسي. النهارده هنتكلم عن 4 بوينتس نوضح فيهم ازاي اكون نفسي بدون ما اتغير عشانهم. رقم 1، ازاي ما تأثرش بكلام الناس وابقى على طبيعتي. ازاي اعرف قيمتي؟ عشان مش هما اللي بيحددوها، انا اللي بحدد قيمتي. دايما فكري في نفسك، انتي انسانة مميزة، لازم تفكري في نفسك كإنسانة مميزة. مش لازم كل الناس تفهمك، ومش لازم كل الناس تعجبك، ومش لازم كلهم يبقوا معجبين بيكي او فاهمينك او فاهمين ازاي انتي بتفكري. مش لازم، كل ده مش لازم. المهم اكون انا حاسه اني انا مميزه، انا حاسه اني انا بفهم نفسي، انا حاسه اني انا معجبه بنفسي. ايوه، انا حلوه ما شاء الله. انا مش محتاجه حد مثلا عشان يجي يوضح لي البوينتس دي ويعرفهاني عشان ياكدها لي. لا، الحمد لله انا عارفاها. عشان تبقي واثقه، مش كل شخص يقول لك كلام يعني كلامه صح. مش كل واحد يجي يقول لك كلمة فاخدها على نفسي وهو معاه حق وفعلا انا فيا كده. لا. فلتري مشاعرك اللي بتبقي حاسة بيها دي. اسألي نفسك دايما، هل كلام الشخص ده صح؟ هل كلامه يهمني؟ لو لو هو جاي من شخص واعي ومحترم، هل يعني الكلام ده جاي من شخص واعي ومحترم فانا هصدقه. لو جوابك لا، يبقى خلاص ارمي الكلام ده وكملي حياتك عادي ولا كأنك سمعتي. التاني بوينتس، ازاي تكوني أنيقة وواثقة من نفسك بجد كل يوم. ازاي اكون كل يوم حاسه اني انا انيقه، حاسه اني انا فعلا واثقه من نفسي. الاناقه بتبدا من جواكي، بتبدا من نظافتك. اولا طبعا نظافتك الشخصيه دي لازم. اني انا احس يوميا مدلعه نفسي، شاور رايق يوميا، عطر خفيف، شعري مرتب، لابسه ملابس مريحه، حاسه اني انا فعلا مرتاحه، وذوقي بينعكس على لبسي حتى لو كان لبسي ده بسيط، وحتى لو انا قاعده في البيت. ايوه، اكون قاعده في البيت وانا قاعده مهندمه وجميله، وكل مثلا ما ابص على نفسي في المرايه، ايوه الحمد لله انا شكلي مهندم وجميل ومبسوطه اني انا شكلي كده. بره وقفتك ولغة جسدك بتعبر عنك. يعني لو وقفة مستقيمة وعيونك بتبص للي قدامك بثقة، ده وحده بيديكي هيبة مهما كان لبس او شكلك عامل ازاي. العناية بالنفس، خصصي وقت بسيط يوميا تهتمي بيه في بشرتك، بجسمك، في شكلك. الاهتمام بالنفس بينعكس على صورتك وبينعكس على شخصيتك وبينعكس على ثقتك. واحنا كبنات بنحب حاجة زي كده جدا، في يومنا تنضاف، دي بتفرق معاكي بجد يعني خصصي يوميا لا اما ساعة الصبح او بالليل، اعملي كل اللي نفسك فيه، اعملي اللي انت عايزاه. دي الساعة دي تبقى بتاعتي انا، دي مخصصة ليا انا بس، اعمل فيها اللي انا عايزاه. من لبس، من شعر، من سكين كير. فده الوقت ده مخصص ليا انا، ده وقتي في اليوم، ويوميا اعمليه هيفرق معاكي بجد. يعني اخر اليوم كده لما تحسي ان انا فعلا عطيت نفسي، سمعتها، اعتنيت بيها، عطيتها وقت، انا فعلا حاسه بفرق. بطلي تروحي لكل واحدة مثلا من صحابك بتيجي تقولك انا مثلا، لو واحدة هي جات قالت لك انا وحشة، انا مش عارفة ايه، انت هتردي عليها لا يا حبيبتي، ده انت مفيش زيك، ده انت جميلة، ده انت لا ما شاء الله عليك، ده انت شخصيتك حلوة. ليه بتقولي الكلام ده للي بره ومش بتقولي لنفسك؟ ليه؟ ونفسك هي الاولى طبعا بحاجة زي كده. ليه بتروحي يا حبيبتي تدي لبره حب وحنان وثقة وبوزيتيف انرجي وكل حاجة حلوة، وليه وتيجي لنفسك
لا لا انا وحشه، انا ما استاهلش، انا ما انا لا ما فيش حد بيحبني، انا ما فعلا انا ما استاهلش مثلا الحب، لا انا فعلا ما استاهلش اني اكون كده. ليه؟ ليه وانتي بتروحي تدي لبره كل الحب كل الاحترام كل الحنان، بتديه لبره وما بتديهوش لنفسك؟ اديه يا ماما لنفسك. نفسك هي اللي ليها حق انها تسمع الكلام ده منك، مش جلد ذات كل شويه فوق نفسك، جلد ذات جلد ذات، ومش بتديها اي حاجه من دول. لا بس ايوه لو حد جه وقال لي حاجه، لا لا طبعا لا انت ما فيكش كده، لا انت بتقولك ايه، ده انت مفيش زيك، ده انت جميله، ده انت بتروحي تدي كل حاجه لبره ونفسك لا لا. غيري البونت دي، غيريها، غيريها خليها لا ايوه انا نفسي تستاهل، انا شخصيه واحده، انا شخصيه مميزه، انا استاهل اني اكون دايما في تفوق، دايما حاسه نفسي اني انا حلوه، حاسه نفسي اني انا استاهل كل حاجه حلوه في الدنيا. انا استاهل، مش كل حاجه اروح جلد ذات، لا انت ما تستاهليش، لا انت مش، لا لا. غيري النقطة دي من شخصيتك نهائي. انت ادي لنفسك الحب الكافي، انت ادي لنفسك الاهتمام وكل حاجة انت محتاجاها لنفسك، ما تستنيهاش من حد. رقم 3، ازاي ابني ثقتي بنفسي، يعني ازاي ابنيها واحدة واحدة. يعني بصي لما تقولي هعمل حاجة، اعمليها، حاولي انك تعمليها فعلا، ما توعديش نفسك بحاجة وتخلي نفسك دي اخر اولوياتك. لا، وعدت نفسي مثلا اني انا بكره هطلع مثلا اروح المكان الفلاني لاني انا نفسي اروح المكان الفلاني. حاولي فعلا انك انت تنفذي الكلام اللي بتقوليه مع نفسك، ما توعديش نفسك وتخليها زي ما قلنا اخر اولوياتك. لا، انا وعدتها يبقى هنفذ. برضو ثقتك في نفسك بتبدأ من انك لما تبقي قد كلامك، يعني قد كلامك مع نفسك، وخليكي برضو قد كلامك مع الناس، عشان لما انتي مثلا تقولي كلمة وتنفذيها ده بيدي انطباع، ده بيدي انطباع وبيزيد احترامك قدامهم، ولا فعلا انتي بتوفي بكلمتك. رقم 4، وفري وقتك. وقتك غالي زيك بالظبط يا قمر، فما ينفعش وما فيش داعي انك انت تضيعيه على حاجات ما بتضيفلكيش اهمية او اي فايدة في حياتك، فما ضيعش وقتي فيها. اعملي اللي يفرحك، اعملي اللي انت فعلا بيفرق معاكي وبيفرحك واللي بيطورك واللي بيخليكي حاسة ان ليكي معنى، فاعمليه فورا. برضو ما تعمليش حاجة انتي مش عايزاها، يعني مثلا اصحابك قالوا ان احنا بكرة هنخرج فلازم تيجي معانا، وانتي مش حابة انك انتي تروحي، ومش حابة الخروجة دي فيها ناس انتي مش مستلطفاهم، انتي مش حابة فعلا تنزلي، انتي مش عايزة، قولي لا. اتعلمي تقولي لا. مش عشانهم لا يبقى هاجي على نفسي وهنزل، لا. انتي مش عايزة قولي لا، لو عايزة فعلا انزلي، ولو حابة انزلي، لكن لو مش حابة لا. لان كلمة لا احسن لك من انك انت تنزلي وفعلا ما تبسطيش في الخروجه دي. دبسي نفسك، دبسي نفسك في اللي نفسك تعمليه. يعني انا نفسي اعمل حاجه، دبسي نفسك وادخلي فيها وخدي الخطوه، حتى لو فشلتي انت بس قدام نفسك انا فعلا اخدت التجربه واستفدت منها. وخليكي عارفه ان ربنا دايما معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم، وهو معكم اينما كنتم. وطبعا كل ده مش هيكون ليه اي فايدة بدون ما تقوي علاقتك مع ربنا، لان لو العلاقة دي اتظبطت حياتك كلها هتتظبط. وبس اتمنى تكونوا استمتعتوا، وما تنسوش يا امارات تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وباي.